السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فيديو جديد. في الحقيقة حبيت اعمل النهاردة بقى حاجة جديدة، يعني عن الكيكات طبعا، اللي هي ايه، هرسة الذرة او البسيسة. طبعا في ناس بتقول عليها البسيسة، في ناس بتقول عليها هرسة الذرة، بس حقيقي طالعة جميلة جدا زي ما انتم شايفين. طبعا ده بيرجع للفرن. طلع معي زي ما انتم شايفين، بس حقيقي كان طعمها حلو جدا، يا ريت تجربوها. وهنشوف دلوقتي احنا عملناها ازاي. طبعا انا هنا دقيقة الذرة طبعا عشان ما تبقاش كبسة وما تبقاش تقيلة معاكم، فخلوا مع كل كوبايه ونص من الدقيق الذره كوبايتين من دقيق، اللي هو الدقيق العادي، اللي هو دقيق لجميع الاغراض. تمام. دي حجم الكوبايه اللي انا بستخدمها وعايرت بيها الدقيق. كان الكوبايه طبعا دي موجوده في كل بيت، فعشان كده حبيت ان اعاير بيها النهارده. عملت هنا كوبايتين من الدقيق الابيض، حطيت عليهم كوبايه ونص من دقيق الذره، او من يعني المقدار كله عباره عن 3.5 دقيق. قسمتهم لكوبايتين دقيق ابيض مع كوبايه ونص دقيق ذره، او ممكن تخليهم كوبايتين ذره وبقيه الكميه تخليها دقيق ابيض. تمام. هنا انا ضفت عليها البيكنج باودر، ببتدي اخلط البيكنج باودر كويس جدا جدا. طبعا الكيكه دي انا هضرب المكونات بتاعتها في الخلاط، ما عدا بس الدقيق ما عدا الدقيق هخليه خارج الخلاط، لان هيبقى تقيل معايا على الخلاط. تمام. حطيت هنا ادي كوبايه سمنه، عباره عن كوبايه الا ربع من السمنه، والبقيه الكوبايه حطيت زيت. تمام. يبقى معايا كوبايه عباره عن خليط ما بين السمنه وما بين الزيت. وبعد كده هحط 3 بيضات زي ما انتم شايفين في الخلاط. طبعا بعمل كل حاجه في الخلاط. ببتدي اضيف 3 بيضات. طبعا البيض انا عارفاه بيض سليم وزي الفل، ببتدي اكسر على طول. بس انتي لو قلقانه ان البيض ممكن يكون مع الحر بايظ او حاجه، فاكسري بيضه بيضه بره، وبكده ابتدي تضيفيها. بدات احط ال3 بيضات في قلب الخلاط. نفس الكوبايه طبعا اللي عايرت بيها الدقيق وعايرت بيها السمنه، هعاير بيها اللبن وهعاير بيها السكر. انا هنا هحط حوالي كوبايه سمنه سكر كبيره زي ما انتم شايفين. هبتدي اضيف كوبايه سكر كبيره، وهحط كمان كوبايه من اللبن. زي ما انتم شايفين كده كوبايه من اللبن بردك، نفس المج اللي انا بستخدمه في كل مره. وانا لو حسيت ان هي محتاجه بعد كده يعني سائل، او حسيت ان هي تقيله، ببتدي اضيف من اللبن تاني. يعني انا هضرب الخليط وهبتدي احط الخليط دوت مع الدقيق. لو حسيت ان الخليط عباره عن تقيل وسمك العجين تقيل، ببتدي اضيف حوالي من ربع لنص كوبايه لبن تاني. حطيت هنا الفانيليا، وهبدأ بعد كده اضيف معلقه خل عشان صفرت البيض، وبعد كده هبتدي احط المقدار ده كله على الدقيق بس لما اضربه في الخلاط. انا هنا حطيت كل السوائل مع بعض في قلب الخلاط، وهبتدي اضربهم في الخلاط. حطيت معلقه خل كبيره، وهبدأ بعد كده ان انا اضرب الخليط دوت في الخلاط. تمام. ادي معايا الدقيق اهو، وجهزت السائل بتاعي. زي ما انتم شايفين انا بخلط البيكنج باودر كويس، وهوي الدقيق لان لازم يتوى الدقيق. تمام. ببتدي ادي السائل بتاعي وهبتدي احطه على الخليط بتاع الدقيق اللي هو عباره عن البيكنج باودر والدقيق الذره والدقيق الابيض. تمام. ببتدي ان انا اخلطه كده. بس زي ما قلت لكم يا جماعه، انا الخليط دوت لو انتوا حسيتوا ان هو معاك متماسك وتقيله، لا لازم نضيف شويه من اللبن بالراحه كده لحد ما نحس ان هو بقى معايا مظبوط. بدات كده اقلب كويس قوي. زي ما انتوا شايفين خلاص انا خلصت ضربها كده. المهم ان انت تخلطيه كويس جدا جدا. انا هنا دهنت الصينيه اهو بالزيت. اهم حاجه ان انت تكوني دهنت ضربتيها كويس قوي، سواء في الخلاط او بالمضرب السلك او بالمضرب اليدوي، بس بحيث انا عايزه كل المكونات تختلط مع بعض. بدات كده ارش الصينيه بالزيت، وهبتدي اضيف الخليط بتاعي. شايفين ده السمك اللي انا عايزاه؟ شايفين تكون نازله معاكم بالمنظر ده، يعني لا هي تقيله ولا هي خفيفه. لو حسيت ان هي تقيله تقدر تضيفي شويه من اللبن وتخلطيهم معاه لحد ما تحسي ان سمك العجينه بقت كويس جدا معاكي. بدات كده افضي الخليط بتاعي في قلب الصينيه، وهدخلها طبعا في الحاله دي انا بكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180. وابتدي اضيف الصينيه دي في الفرن.
زي ما انتم شايفين كده هبتدي ادخلها بقى الفرن. ولما طلعت من الفرن كانت معايا بالجمال ده، مش عارفه اقول لكم جمالها كانت عامله ازاي، حقيقي كانت طريه وجميله جدا رغم ان انا عندي عيب في الفرن، بس مخليه الصينيه طالعه في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. اتمنى كده تجربوها، هتعجبكم جدا جدا، طريه وهشه وخفيفه وشكلها زي ما انتم شايفين. تمام، اتمنى ان انتم تجربوها. ما تنسوش طبعا تعملوا الاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. طبعا لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي يا جماعه نحاول ان احنا نشترك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.